الأبطال اللي جايبهم في فيديو النهاردة مش أبطال مارفل ولا حتى بني آدمين، دول حيوانات ربنا جعلهم سبب في مساعدة وإنقاذ البشر في الوقت المناسب. هتندهش من رد فعل الحيوانات بجد. أنا إبراهيم، أتمنى تنضم لعيلتنا يا مميز وتشترك في القناة، وعلشان أنت إنسان رايق هتدوس على اللايك دلوقتي. صلى على النبي ويلا بينا. الشخص ده كان داخل يخطف الطفلة دي، لكن الكلب ده بوظ له كل خططه، لدرجة انهم طلعوا على صوت الكلب وعمل نفسه انه تايه وبيسأل على عنوان معين. التماسيح طالعة جعانة وبتهاجم اي حد، لكن القط الشجاع ده هو اللي اتصدر لهم. ده مش قط خالص، ده اسد. ايه الشجاعة دي؟ دايما الدببة بتزور البيوت علشان تدور على اكل، لكن ما تعرفش ان البيوت دي ليها حراس، ومش اي حراس، ده بيخافوا على اصحاب البيت اكتر من نفسهم. الشخص ده وهو بيصطاد في الغابة خنزير بري هجم عليه، وكلنا عارفين شراسة وقوة الخنزير البري، بس بصراحة الكلب ده فضل يدافع عن صاحبه بكل شجاعة. الشخص ده وقع من العجلة والكلب بتاعه مش مدي أي حد فرصة إنه يساعده. لما تكون بتلعب قدام بيتك عادي وتلاقي كلب غريب ماشي وراك بطريقة غريبة جدا، وفجأة بدأ يهجم عليك، واللي هتتعجب منه إن اللي دافع عنك القطة بتاعتك. أنا بحب جدا الحيوانات اللي هي مش بس بتحميك، لأ وكمان بتساعدك في شغلك. كلنا محتاجين كلب زي ده في حياتنا. الخنازير البرية متوحشة جدا وبتهاجم أي حد وخصوصا البشر، لكن الكلب ده ما ادهمش فرصة أصلا. الغراب من أذكى الطيور وطول عمره بيعلمنا، زي الغراب الذكي ده بيرمي الزبالة في السلة. الحيوانات وخصوصا الكلاب عندهم كمية حب ورحمة قوية جدا. الكلاب لو حست إن أصحابها في خطر بيتقلبوا وحوش فجأة. التعبان بيقول أنا إيه اللي خلاني أطلع دلوقتي؟ السيدة دي أغمى عليها فجأة، وكانت فرصة تعرف رد فعل كلبها اللي ما سابهاش لحظة وجاب لها المساعدة. هما كانوا مفكرينها بتغرق، لكن حاجة جميلة جدا لما تلاقي جيش من الحيوانات بيحبك قوي كده. هو الشخص ده شاف ايه كده رعبه وجري بسرعة دخل البيت. انا كنت فاكر انهم كلبين بيهاجموا بعض، لكن اتصدمت لما عرفت انه دب في الاخر، بس بصراحة الكلب وقف له بكل شجاعة. الام لما بتحس ان اطفالها في خطر بتتقلب وحش في ثواني، وبصراحة الكلب يستاهل. الحرامي ده كان حاسس بالأمان ودخل يسرق البيت ده بكل سهولة، لكن منظره وهو طالع يجري فطسني من الضحك. بصراحة يستاهل. الكلاب هي أكتر حيوانات بتحمي البشر وبتساعدهم، والفيديو ده دليل على كده.
السحلية دي دخلت على البيت ده بتدور على أكل، لكن للأسف دخلت البيت الغلط. السحلية فضلت تجري بره وفضلت تقول ما كنتش قاصد ما كنتش قاصد. كلنا محتاجين قرد زي ده عندنا في البيت. يا جماعة أنا مش بعشق الكلاب من فراغ، الكلب ده بيشيل عن صاحبه إزاي علشان يريحه، قمة وفاء وعطف غير طبيعية. الحيوانات ليهم دور كبير جدا في حياتنا وما نقدرش نستغنى عنهم. الشنطة دي وقعت من طلبة كانوا راجعين من المدرسة. تخيل الكلب الذكي ده شالها من الشارع وحطها لهم على جنب علشان لما يرجعوا يلاقوها بسهولة. كلب في قمة الذكاء. ولما رجعوا للشنطة فضلوا يشكروا فيه. صاحب الكلب ده اتصاب إصابة قوية جدا وكلبه هيموت من الخوف عليه ومش قادر يسيبه. أنا ما شفتش حب ووفاء كده في حياتي. تخيل ان الكلب ده كلب شارع ولا يعرف الراجل ده ولا السيدة دي، ولما شاف اللص ده بيسرقها هجم عليه علشان ينقذها. سبحان الله فعلا. دايما الحيوانات في الخدمة وخصوصا لأصدقائها، وده مش غريب عن الكلاب لأن الكلاب ذكية جدا. البنت دي كانت هتتخطف في ثواني، لكن لولا الله ثم الكلب ده كانت البنت دي اتخطفت بكل سهولة في العربية. الكلاب مش هي بس الحيوانات الذكية واللي عندها حب كبير لأصحابها، الفيلة كمان عندهم نفس الحاجة. الفيل ده كان فاكر إن صاحبه بيغرق في النهر، جري على طول علشان ينقذه. ولو وصلت لهنا يبقى انت من الناس المميزة قوي على قلبي علشان سمعت الفيديو للآخر، وأتمنى تعرفني بيك في الكومنتات وتكتب لي الفيديو ده وصلك في أي دولة، وعلشان انت مميز هتعمل اللايك والاشتراك اللزاز. أشوفكم على خير دايما، سلاموز.